السلام عليكم جميعا. احنا كده الحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نخلص جزء كبير جدا من المحاضرات بتاعتنا. خلصنا المصطلحات كلها واتكلمنا عنها بشكل اساسي. طبعا كل المصطلحات دي احنا ذكرناها في المحاضرات اللي فاتت، وقلنا ان المصطلحات دي مهمه جدا جدا ان انت تكون عارفها، علشان واحنا بنستخدم الشيت اكسل او بنعرف الحسابات بتاعتنا، ولازم تفهم يعني ايه نت بروفيت وجروس وحاجات زي كده. فدلوقتي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا بتفيدنا وبتخلينا ناخد خطوات للمستقبل نحو منتج وينر لطيف ولذيذ، وهي فكره السيرش تكنيك. بس قبل ما نتكلم عن سيرش تكنيك لازم نتكلم على حاجه، ان انت دلوقتي لما تيجي تعمل سيرش مثلا لاي حاجه لازم يكون عندك مهارات. المهارات دي بتبقى مهمه جدا ولازم تبقى عارف انت بتعمل سيرش لايه. فاول حاجه طبعا هنسالها انت عاوز من السيرش ده ايه. خلونا بقى نعرف حاجه كده مهمه جدا، ان احنا عندنا نوعين من السيرش. عندنا اول حاجه اسمها السيرش الكمي. السيرش الكمي ده بيبقى عباره عن ارقام او احصائيات او استبيانات او نسب. ده بيكون نوعيه البحث الكمي او نوعيه البحث اللي احنا نقدر نشتغل عليه كبحث كمي، يعني بيبقى نوع ايه؟ نوع ارقام واحصائيات واستبيانات ونسب. البحث الكمي هنا نقدر نقول عليه ان هو تحليل احصائي، بيطلع لك او بيعتمد على الكميه، ما بيعتمدش على الاسباب او ما بيعتمدش على لماذا. بيجاوب على سؤال كام في المية او كام واحد من كذا، ما بيجاوبش مثلا عن ليه. ودي هنفهمها قدام. امتى بنقدر نستخدم البحث الكمي ده؟ اول حاجه طبعا مهمه بالنسبه لنا لما نحب نعرف نسب معينه، زي ما احنا قلنا كام في المية. عندي 100 واحد شافوا البرودكت بتاعي اهو، مثلا في 100 شافوا المنتج، كام واحد من المية اشترى. كده اللي انا بعمله دلوقتي ده نقدر نسميه البحث الكمي. فانا مثلا لو جيت قلت ان 50، ده معناه ان 50% من ال100 اللي اشتروا او من الناس اللي شافوا المنتج بيشتروا. لو قلت مثلا ان في 5 اشتروا، اذا يبقى ده 5% من عدد ال100 اللي هم شافوا المنتج ده، هم دول بيشتروا. هنا ده بالظبط الفكره بتاعت ان احنا ليه بنعمل البحث الكمي ده. احنا ليه بنبقى محتاجينه؟ اولا بنحتاج، تقدر نقول لما بنحتاج تقارير او ارقام دقيقه. يعني انا محتاج اعرف ال100 دول كام واحد منهم شاف الاعلان بتاعي. فانا اقدر اقول مثلا شاف الاعلان بتاعي 100,000، بس من ال100,000 دول في 5000 واحد بس هم اللي قرروا يتواصلوا معانا، عشان ابدا اقيس هل الارقام بتاعتي دي كويسه ولا لا. وتاني حاجه، لو عندك فرضيه وعايز تختبرها بالارقام. طب يعني ايه الحته دي؟ علشان هتجيلنا في المستقبل. فرضيه هنا تعالى نفترض نبدلها مثلا بكونتنت عشان الدنيا توضح. لو انت عندك كونتنت او انجل معينه، او عندك مثلا طريقه معينه عايز تتكلم بيها عن البرودكت بتاعتك، كرييتيف معين عايز تطلع بيه، عايز تصوره فيديو، عايز تستخدم اي فرضيات معينه. فالفرضيات دي هتعرف منين انها نجحت؟ لما تعمل البحث الكمي ده، انك تطلع احصائيات عن نجاح الاعلان. ايه بقى الادوات اللي البحث اللي بتطلع لنا النتائج اللي احنا نقدر نشتغل عليها؟ اول حاجه بنشتغل عليها هي الاستبيانات. عندنا اسئله، ونقدر نقول الاسئله دي بتكون عاده مغلقه ما بين او لا. طب يعني ايه الاسئله المغلقه؟ يعني مثلا خليني اقول لك على حاجه. انا دلوقتي لو عايز اسالك شويه اسئله مغلقه، تعالى ناخد عنها انواع. اقدر اقول لك تقريبا اي سؤال بهل ينفع يبقى مغلق. هل المنتج عجبك؟ مثلا لا. اختيارين، اختار ما بين او لا. سؤال مثلا تاني، مثلا هتجرب تجربه الشراء تاني؟ لا. مثلا سؤال بتصرف قد ايه على كتب؟ مثلا لو احنا بنشتري كتب، فقد ايه على الكتب؟ فاقدر هنا عشان اخليها اسئله مغلقه اقدر اقول له مثلا ايه، اقل من 1000، ازيد مثلا من 2000، ازيد من 3000. نوعيه الاسئله دي كلها بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا ابدا او ابقى فاهم، بطلع احصائيات كميه عن عدد الناس اللي انا ممكن بتارجتها. طبعا الحاجات اللي زي دي بنستفيد بعد كده في التارجت بتاعنا والشغل اللي احنا بنشتغله. امثله تانية على البحث الكمي زي ما احنا قلنا، اقدر اقول لحد انت كام مره اشتريت من المحل خلال اخر شهر. هنا برضو بنعمل نفس الطريقه، مثلا اخر كام مره اشتريت، هل اقل من 2، مثلا اكتر من 5 واقل من 10، او مثلا من 5 ل 10. يعني اعتقد ان الافضل ان احنا نقول مثلا ايه، من 5 الى 10. هنا الناحيه الثانيه برضو نقدر نقول مثلا ايه، لا من 10 لفوق. المهم يعني ان اختيارات مغلقه، في بحيث ان انا اقسم الناس لسيجمنتيشن زي ما كنا اتكلمنا عنها في التارجت اودينس بتاعتنا. الحاجه اللي بعد كده، هل تنصح الناس بالخدمه؟ انصح بشده مثلا يبقى 10، لا ما انصحش يبقى 1. ايه هي مثلا الفئات العمريه الخاصه بيه؟ احنا بنتكلم حد بياخد سيرفيس، تنفق قد ايه شهريا على تسويق الكتروني. وخليني اقول لكم على حاجه بقى في السؤال ده، يعني بما ان احنا كنا جربناه قبل كده. السؤال ده كنا عاملين بيه تركايه لطيفه، كنا بنتارجت يعني صيدليات، فكنا قايلين للصيدليات بتصرفوا قد ايه. فلقينا تقريبا ان 50 او 60% من اللي احنا كلمناهم كانوا بيصرفوا اكتر من 10000 جنيه اعلانات على الصيدليات بتاعتهم. ده بالنسبه لنا كان رقم غريب مقارنه باللي احنا وصلنا له. وال 10000 جنيه دول هنا بقى ليه علاقه بمصاريف وحاجات دفعوها لناس شغاله معاهم، يعني مش كلها اعلانات. مثلا المهم بيصرفوا على التسويق الالكتروني حوالي اكتر من 10000. فعملنا كامبين الهوك بتاعها عباره صيدلي وبتصرف اكتر من 10000 على تسويق الصيدليه بتاعتك، فانت محتاج تكون معانا وتكمل الاعلان ده للاخر. فده مثلا هوك اتبنى على الاحصائيات الكميه اللي احنا بنتكلم عنها. ايه بقى مميزات البحث الكمي بالنسبه لنا؟ اول حاجه بنقدر ناخد منه بيانات دقيقه وسهله التحليل، زي ما احنا اتكلمنا فوق. بيانات اقدر من خلالها اعمل هوك، اقدر من خلالها اعرف انا والله الكاتيجوري بتاعي بيصرف قد ايه، اقدر اعمل له باكج مقارنه عليه، اقدر افهم هل فعلا التجربه بتاعتي كويسه ولا لا، اقدر اعرف هل المنتج بتاعي بيعجب عدد اكبر من الناس ولا لا. ايه بقى العيوب؟ العيوب ان احنا عندنا ممكن الناس تجاوب من غير اهتمام او صدق، ودي اكتر حاجه بتبقى موجوده
كده وفيها مشكله ان الناس ساعات بتختار اجابات كده عشوائيه، خاصه لو احنا عاملين مثلا هديه لاي حد هيجاوب على الاجابه دي، او الحاجات اللي هي ليها علاقه مثلا بكود معين او خصم لما تجاوب على السيرفي بتاعك. ودي للاسف ملهاش اي حل غير ان انت تعمل لكميه كبيره جدا على قد ما تقدر علشان تعرف نتائج تكون كويسه. فهنا كده اول نوع بالنسبه لنا من انواع البحث وهو البحث الكمي. النوع الثاني بقى والنوع المهم وهو البحث النوعي. هنا بنتكلم عن اراء او مشاعر او دوافع من خلال بقى مقابلات او الجروبس او اللي هي المجتمعات بتاعه النقاش. مثلا لو عايزين نعرف ليه الطلبه مش بيحبوا ماده معينه، مش هنسالهم اكيد سؤال مثلا اختيارات، يعني هل الاختيارات هنا مش موجوده، هل بتحب الماده دي او لا، لكن مش هسالهم كده. لكن الافضل ان احنا نقدر نقعد معاهم ونتكلم، او نبعت لهم مثلا اسئله عباره عن ماده دي فيها الشابتر 1 و2 و3، طب ايه اللي بتكرهه في الماده، ايه مثلا الماده دي اكتر حاجه بتزعجك فيها، هل دكتور الماده ما بيشرحش، طب بتحس بايه وانت بتقرا بالماده. المهم يعني كل دي تفاصيل بنعرف منها اراء ومشاعر ودوافع، وبناء على الاراء والمشاعر والدوافع دي بنقدر نحدد شكل المحتوى بتاعنا او شكل الكونتنت اللي احنا هننزله في المستقبل، او حتى كمان شكل الاعلانات بتاعتنا هتتصور ازاي. فانت هنا لما بتسال عن حد بتبقى منتظر منه ان هو يحكي عن تجربتهم وايه اللي بيضايقهم وايه كمان اللي ممكن يحسن الوضع من وجهه نظرهم، انك لازم تسمع الاراء بتاعتهم. البحث النوعي هنا بنستخدم له ادوات زي الانترفيوز، المقابلات، احنا نقابل العملاء بتوعنا او نتواصل معاهم بشكل دايركت مباشر سواء بقى في التليفون او اسئله او حاجات زي كده. الحاجه الثانيه ان احنا هنتكلم عنها الفوكس جروب، دي مثلا ممكن تكون جروبات على الفيسبوك او اي منصه من المنصات اللي بتتيح الاسئله ان انت تقدر مثلا تتواصل مع الناس او تسالهم او اي حاجه من الحاجات دي كلها. وممكن كمان يكون ستوري، ان انت تفتح الاسئله للستوري الناس تبدا تسالها. الملاحظات ان احنا نبدا نشوف الكونتنت بتاعنا والملاحظات عليه والكومنتات اللي بتبقى موجوده، ونبدا ناخد نوت كده لكل كونتنت بينزل وازاي نحلله بشكل اساسي. واخر حاجه طبعا تحليل المحتوى، ان احنا نبدا عارفين والله المحتوى بتاعنا ده اتاخد ازاي، طب المحتوى بتاعنا ده الناس شافته بانهي عين، الناس كتبت ايه على المحتوى، انهي محتوى اللي جاب نتيجه اكتر، وهكذا لحد ما نوصل للنتيجه النهائيه بتاعتنا. اهم العيوب بقى وهي بالنسبه لنا عيب قاتل للاسف، ان الناس مش من السهل ان هم تعبر عن المشاعر بتاعتها، وخاصه لو في مجال الموضوع فيه كبير، يعني الموضوع متشعب. يعني مثلا مجالات المطاعم، الناس ممكن تبقى المنتج عجبها وحلو، الاكل طعمه كويس، الاكل جالهم صابح، عملنا كل حاجه في المنتج، بس الكاشير بيشتري مثلا اتخانق معاه، او هو بيشتري الكاشير عامله باسلوب وحش، فيدي تقييم للمطعم لا هو وحش، انا مش هاجي المطعم ده تاني. طب ليه؟ خلاص انا مش عايز اتكلم، مش هاجي وخلاص. فيبدا ان هو مش مهتم، خاصه ان هو لو حس بشعور سلبي وقتها يعني فهيبقى صعب ليه جدا ان هو يكلمنا ويقول عليها. والاسوأ ان ساعات الناس السلبيه ما بتقولش ارائها، يعني ساعات الاراء السلبيه ما بتجيلناش وبيجي لنا الاراء الايجابيه بس، وده مش معناه احنا دايما كويسين، ولكن اوقات كتيره جدا بيكون معناه ان ما عرفناش ناخد المعلومه صح. دي نقطه برضو مهمه لازم نبقى عارفين واخدين بالنا منها جدا. بعد كده عندنا حاجه من الحاجات المهمه جدا لازم نبقى عارفينها وهي السيرش تكنيك. السيرش تكنيك دي عندنا في طريقه قديمه، وزي ما احنا قلنا انا كاتب كده الطريقه دي بقت قديمه، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ليه بقت قديمه. لان احنا دلوقتي نقدر نستخدم الاي اي بشكل كبير جدا، نقدر نستخدم جيميناي، نقدر كمان نستخدم السوشيال ميديا في السيرش بتاعنا. يمكن الجين زي كامل كله تقريبا بيدور بالسوشيال ميديا او بيدور على الفيسبوك وتيك توك علشان يشوف الناس بتقول ايه. لكن دي حاجات مهمه جدا ان احنا نعرفها، والاساسيات اللي شبه كده بتخلينا ناخد فكره عن هي اصلا البلاتفورم بتاعت السيرش بتدور ازاي. احنا عندنا مثلا تريكايه بتاعت اند دي، مثلا ان انا اقدر اقول له كوفي اند سعودي ارابيا، هنا بيبدا يجيب لي سيرش عن الجمله اللي مكتوب فيها كوفي ومكتوب فيها سعودي ارابيا. اقدر استخدم كلمه اور او اللي هي بكوفي او تي اور تي، هنا الكلمه دي بيبدا يجيب لي كل الجمل اللي موجود فيها كلمه كوفي او موجود فيها كلمه تي. نفس الفكره هنا لما استخدم الكوماز دي، الكومه دي لو انا بدور على جمله سيرش معينه، مثلا عايز ادور على ديجيتال ماركت ترندز، فيبدا يجيب لي الترندات او الكلمه دي موجوده في انهي جمله مستخدمه. فمثلا كل المقالات اللي فيها ديجيتال ماركتنج ترند هتظهر لي لما احطها في الكوماز دي وانا بدور. عندنا ايه تاني من ضمن الحاجات السيرش المهمه جدا اللي لازم نكون عارفها، وهتلاقوا اللينكس بتاعتها تحت عشان لازم ناخد منها كده حاجه. ان احنا لما بنسيرش على جوجل عندنا بيبول اولسو اسك. بيبول اولسو اسك دي بقى مهمه جدا لحاجتين، اولا انا بعرف الناس بتسيرش على ايه فببدا اجمع معلومات عن السيرش بتاعتنا، والحاجه الثانيه ان انا ببدا اخد الافكار دي واعمل منها كونتنت ومحتوى. علشان نفهم الافكار دي جت منين، الافكار دي جت من البلاتفورم بتقول لك، جوجل الكبيره دي بتقول لك ان الناس بيدوروا على 1 2 3 4، بيدوروا على الاربع مواضيع دول. فتخيل الناس بتدور على الاسئله دي، لو انت عملت كونتنت وعملت اجابات عن الاسئله دي خلاص انت كده ضمنت ان الكونتنت ده الناس مهتميه بيه فعلا. فتقدر تاخد مثلا زي ايه هي العادات القهوه في السعوديه، تقدر تعمل فيديو عن الموضوع ده او مقالات وتربطها بالبراند بتاعك علشان تشتغل فيه بشكل واضح. فده اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا نستخدمها وهي بيبل اولز اسك بتاعه جوجل. الحاجه الثانيه والمهمه هي جوجل ترند. جوجل ترند ده من اكتر الحاجات المهمه جدا والمهدور حقها في فكره ان انت بتساعدك انك تعمل كونتنت يبقى مناسب شويه مع ترندز اللي موجوده، وتبدا تشوف انهي ترند من دول اقدر ان انت تستغله بشكل كويس علشان تستفيد بيه. انا وقت ما دورت سيرش وانا باخد السكرين دي كان شات جي بي تي واقع بقاله تقريبا ساعه ونص
ونص او حاجه او ساعتين، فالناس خدت بالها فبدات تسيرش، فبص خلاص ظهر ان ايه تشات جي بي تي داون، اوبن اي اي الناس دخلت على شات دي سرشت. المهم يعني ان هو الترند في الوقت ده كان طالع خلاص، باين ان هو ايه بيطلع لفوق اهو. طبعا قبلها مثلا كانت 3 اجازه رسميه، الناس بتسال مواعيد عمل البنوك. المهم ان كل دي حاجات كده تفاصيل بتقدر تخلينا ناخد فكره عن ايه نوع الكونتنت اللي احنا نقدر نعمله بشكل يومي او بشكل دوري. بعد كده هنا عندنا حاجه من الحاجات القويه جدا اللي انا بستخدمها بصراحه في الافكار وفي السيرش، هي ثينك ويز جوجل. ازاي بستخدمها في الافكار؟ في الافكار هو باين جدا بيجيب لك مقالات وبيجيب لك معلومات، جوجل ترندز بيجيب لك حاجات كتيره جدا تقدر ان انت تستخدمها وتستفيد بيها علشان تعرف المعلومات اللي انت محتاجها او تطلع منها افكار. وبستخدمها في السيرش بحاجه مهمه جدا، ان انا ببدا اشوف اهم المقالات اللي الناس بتفكر فيها او اهم المنتجات اللي الناس بتفكر فيها. يعني جت من فتره مثلا كان في معلومات كتيره جدا مثلا عن شواحن الوايرلس، شواحن الوايرلس مثلا كانوا كاتبين عنها مقالات من حيث بقى ان هي بدات تربط بالاي اي، يبقى فيها سبيكرز ويبقى فيها ويبقى فيها ويبقى فيها. فده مثلا لو انا بسوق لحاجه زي كده او شغال دروب شيبنج عليها، اعتقد ان كونتنت زي ده هيفيدني جدا بشكل كبير. لحد دلوقتي احنا الحمد لله خلصنا محاضره بالنسبه لنا مهمه جدا، وهي محاضره الماركت ريسيرش. دي تقريبا المحاضره السادسه اللي نزلت على الفيديوز عندنا اللي نزلت على الشانل. انا بس اتمنى ان انتوا ما تنسوش تعملوا السبسكرايب والفولو بتاعنا علشان نكمل يعني في اللي احنا بنعمله. متحمسين جدا بيكم، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه خير. فما تنسوش تخشوا على الجروب بتاعنا وتعملوا سيرش على الانستجرام، عشان احنا موجودين على الانستجرام بندي كل التاسكات بتاعتنا عليها علشان نتابع مع بعض باذن الله. ما تنسوش تراي وذ فهيم، وهتلاقوا اللينك تحت باذن الله. اشوفكم على خير وفي فيديو جديد.